كل سنة وانتم طيبين. أهلا بيكم في سلسلة صحتك في رمضان. بعد ما ظبطنا أدوية السكر وجرعاتها، جه الدور على بطلين تانيين بيحيرونا في الصيام: الضغط العالي والغدة الدرقية. الصيام مريح جدا للجسم، بس بشرط نعرف امتى ناخد الدواء صح، علشان لا الضغط يوطى واحنا صايمين ولا ضربات قلبنا تزيد بعد الفطار. أدوية الضغط أنواع، والقاعدة هي الثبات. لو بتاخد الدواء مرة واحدة في اليوم، الأفضل تخليه مع السحور علشان يغطيك طول النهار. لكن لو بتاخد مضرات للبول سواء لوحدها زي الناتريليكس أو مع دواء الضغط في حباية واحدة، وغالبا بيبقى في آخره مقطع بلس زي الكونكور بلس أو الإراستا بيكس بلس، أو أوله مقطع كو زي الكوتارك، ده ممنوع تماما يتاخد في السحور. مكانه الصح هو بعد الفطار بساعة أو ساعتين، علشان ما تفقدش سوائل كتير وتتعب وانت صايم. وخلي بالك لو حسيت بدوخة شديدة، زغللة، إرهاق غير طبيعي، أو كأن هيغمى عليك لا قدر الله، لازم تراجع طبيبك فورا. مهم جدا كمان تتابع ضغطك بانتظام خلال رمضان، خصوصا أول أسبوع، لأن الجسم بيحتاج وقت يتأقلم مع تغيير المواعيد. نيجي بقى للغدة الدرقية، خصوصا دواء الليفوسايروكسين اللي هو الالتروكسين والليوسوروكس والبدائل بتاعتهم. القاعدة الذهبية: يتاخد على معدة فاضية وبعيد عن الأكل والكالسيوم والحديد والقهوة. عندك اختيارين مناسبين في رمضان: إما قبل السحور بنص ساعة على الأقل، أو قبل النوم بعد آخر وجبة ب3 إلى 4 ساعات. وما تاخدوش مع اللبن أو المكملات علشان ما يقلش امتصاصه. الأكل والرياضة دي جزء مهم جدا من التحكم في الضغط والغدة خلال رمضان، علشان الدواء يكمل مفعوله على خير. ساعد جسمك صح يا مريض الضغط. ابعد عن المخللات والحلويات الشرقية، لأنهم بيرفعوا الضغط وبيزودوا احتباس السوائل في الجسم. ركز في سحورك على الزبادي والخضروات، البوتاسيوم اللي فيهم هو صديق الضغط الأول. وابعد على إنك تفطر وجبة تقيلة جدا مرة واحدة، فالأفضل تقسيم الأكل. ويا مريض الغدة، حاول تثبت مواعيد الأكل يوميا، لأن ثبات الروتين بيساعد على استقرار الهرمون. اهتم بالبروتين خصوصا في السحور، لأنه بيساعد على ثبات مستويات الطاقة والشبع. ولو عندك كسور بالغدة، بلاش تعتمد على السكريات السريعة على الفطار، علشان ما تزودش الخمول والتعب. ابعد عن المقليات تماما، وركز على البروتين المشوي وشرب المية الكتير عشان تحافظ على نشاطك ومعدل حرقك. أما عن الرياضة، فأفضل وقت غالبا بعد الفطار بساعتين تقريبا. مشي خفيف أو تمارين بسيطة لمدة 20 إلى 30 دقيقة كفاية جدا. ولو حسيت بدوخة أو إرهاق غير طبيعي، وقف فورا. وابعد عن المجهود العنيف وقت الصيام علشان الجفاف. ولو عندك أكتر من مرض مزمن أو بتاخد أكتر من دواء، لازم خطة شخصية مع طبيبك أو صيدلي شاطر يظبط لك الدواء قبل رمضان. رمضان فرصة للجسم إنه يرتاح، والتزامك بالمواعيد هيخليك تصوم وانت مطمن. كل سنة وانتم طيبين وبصحة حديد. احفظ الفيديو عشان ترجع له وابعته للي محتاجه.